بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جينا زيارة لعمنا العميد الركن ولي الدين حسن ونس عدلان. حبابك سعادتك. خدمتك في الجيش كم انت؟ أنا من العام 92 هسي قرابة 31 سنة وحاجة. 31 سنة عمر، نحن ذاتنا ما قدر. خدمة في الجيش. في الجيش. طيب كبطل من أبطال السودان ولفيت السودان 31 سنة ما هينة، عمر كله خادمة وقضيته فاني في الجيش ولاء للسودان حبا في شعبه وحماية الأرض. بعد العمر ده وبعد الخدمة اللي انت قدمتها دي، لما انت جيت طالع كونوا بكبروا لك الله أكبر والنصر والبطل ودي حماية السودان ودي معركة الكرامة وامشي دافع. ده اللي حصل. بعد ما انت مركت وامس شاءت الأقدار انك تقع في الأسر، أنا نازل طلعوك انك عامل في بيتا، عامل بتاع نظافة. سبحان الله. الله يا أخ، كوني طلعوني عامل وأنا زول خادم طيلة الفترة دي طيب في الجيش ومعروف لدى الناس كلهم. قبل الحاجة دي العمل العمل ما عيب، العمل ما عيب. عامل نظافة لهم التحية برضو، ما هو أعمال تكميلية. ما عمل عيب. بشتغل دكتور عشان تعالجني، وأنا بشتغل مهندس عشان أبني لك، أنا بالطيارة عشان أوديك، صح. أنا ميكانيكا عشان أصلح لك عربيتك، ده سواق عشان أوصلك. كلها أعمال تكميلية، العمل ما في العيب. لكن أنت كبطل يعني النازل الفضل ال 31 سنة ليه ينسلك بمعركة واحدة؟ ما حصلت الخلل ده يعني. التاريخ الفات ده كله يتمحي بس بمعركة، يا جماعة دي معارك فيها الهزيمة فيها الانتصار في أي حاجة، يعني كون إنه الفضل والجميل ده كله ينسوا ليسبب معركة واحدة. دي التفرقة. نحن تكلمنا زمان وكلمناكم بالحاجة دي، والله العظيم نحن بنحاربكم عشان حقوقكم. انت حتى بتحارب فينا، انا عارفك انه انت سايقينك الناس دي بقشوكم الفلوس ديل. طيب نحن ناخذ لك امثله. عندك جون جرن زمان طلعوه عندي، الناس دي مجرد ما يكرهوك بيسلبوك هويتك بيسلبوا دينك يطلعوك انك شيطان، يحطوك في نظر العالم انه انت لا تسوى شيء. دي في رسالتهم الدارين وصلوها واشتغلت كثير. احنا ذات زمان كنا مصدقينها، والله انا قريب ده قعدت اتذكر ان زمان الناس سايقين لنا 30 سنه كيف يكرهوا اي انسان في الدنيا دي، بيطلعوا في عيب، بيطلعوا البني عامر الرتيليين، طلعوا جون جرن عندي دكتور خليل كان طلعوا شنو وقت جا دخل الخرطوم، طلعوا برضه ما سوداني. طلعوا ما سوداني تشادي صح؟ صح. طيب حاليا اخو جبرين وين؟ جبرين وزير المالية. يعني ده ابوه وراه وده ابوه وراه ولا كيف؟ الناس مجرد ما تكره انسان بحس يعني احنا طلعونا تشاديين. بكره لو قبل الحاجه دي وقت الدعم كان متفق معاهم